السلام عليكم. يابا اني هسه عندي اقتراح الوزير النقل العراقي الله يحفظه. اقول له يا وزير النقل، شوفوا الشوارع شلون مخططه قدام عينك باوحه، فانا اقترح عليك اقتراح يا اخويا، انه شوف هاي الشارع شلون مخطط، خاف ما شفته زين. انا اقترح عليك اقتراح. شنو هو الاقتراح؟ انه اشتري له قوطيه مال صبغ، او مثلا بالانشائيه، انتم تسموها بالعراق الانشائيه، تروح المحل مال الانشائيه. زين، هذا المحل مال الانشائيه قوطيتين صبغ ب1000 دينار. ها اخويا يا وزير النقل، قوطيتين صبغ ب1000 دينار. فيا اخويا كلف روحك شويه، اشتري لك قوطيتين صبغ. زين، خطط شوارع النجف. اني قبل 4 اشهر او لا يمكن نهايه 2022، شوف هاي قدام العلامه، حتى انتم هاي العلامه المروريه ما تخلوها. هاي شوف، هاي شوارع عامه، هاي شارع مال خدمي هذا. فاقترح عليك انه تصبغ الشوارع يا اخي، واذا ما تقدر وما عندك كادر فاني اجي للعراق واصبغ لك الشوارع يا اخويا. واكو هواي عراقيين يطوعون يصبغون الشارع. يعني بسنة 2023 انتم ما عندكم شوارعكم ما مخططة. اني جيت للنجف بنهاية 2022 والله ما لقيت لي شارع مخطط. يعني والله فشلة. يعني انتم باكر يجوا اجانب، باكر يجون خطار ضيوف عندنا من الدول. يعني انتم شرفكم شوارعكم ما مخططة، شارع طريق مال مشاة ما عندكم، طريق مال باسكل ما عندكم. يعني باسكل هسه تعال شوف عما انا غلطان، هاي قدام عينك يا هسه خلنا نراويك. انا طبعا ما امشي منه، عبرت منه هذا غلط. خلنا نراويك دقيقة واحدة. طريق مال باوع، شوف انا هسه ما اقدر انزل منه، اشوف النظام. انا هاي من قدامك حديقة، هذا الشارع ما اقدر اعبره لان يكون لازم شارع. هذا قدامك رصيف مال الناس، وهذا الطريق مال باسكل. زين، طريق مال باسكل. زين حضرة جنابك، اتهم عندكم شوارع بالعراق يا وزير النقل طريق للباسكلات؟ انتم طريق للباسكلات ما عندكم. زين، طريق للمشاة، خاف اذا ما تعرفون المشاة يعني الناس اللي تمشي، ما عندكم. شوارعكم ما مخططة. زين، بسنة 2023 تحجون بالانجازات. يا انجازات يا اخويا يا وزير النقل يا حكومة العراقية، يا انجازات. انتم اصلا ما عندكم انجازات. في سنة 2023 ما عندكم اي انجازات. كل اللي شغلة تسووها انه طلعون دعاية انتخابية، والله احنا بلطنا الشوارع، سوينا كذا. وين بلطتوا الشوارع؟ انتم بشارع تبلطون ما تحطون بيه طريق مال مشاة. يلا هاي ساعة مو قدامه. زين، الطريق مال المشاة شنو فائدته؟ حتى من يتعدى المارة يوقفون. هاي قدامك، هاي طريق مال مشاة يا زين، حتى من تتعدى المارة تجي سيارة توقف. هاي طريق، هاي شوف هاي قدامك، هاي الشوارع هاي قدامك كلها تلتزم بالإشارة. هم طريق مال مشاة. ليش ما تلتزمون انتم بهذا الشيء؟ ليش ما تفرضون غرامات على السواق اللي ما تلتزم بطريق المشاة؟ زين، الشغلة الثانية هاي مال الفيزا كارت او الكريدت كارت او الفيزا كارت، نظام الدفع. ليش ما مطبقيها بالعراق؟ من 50 سنة هاي مطبقيها، ليش ما تطبقوها بالعراق؟ زين، وزارة المالية ليش ما تطبقها؟ يلا هسه احنا مو نريد نمدحكم بشنو؟ انتم كل شيء ما مسوي، بس شكلت الحكومة وما شكلت الحكومة. صار لكم سنة كاملة، انتم سنة كاملة تشكلون بالحكومة وكل شيء ما حصل الشعب العراقي. فيا اخواني يا حكومة العراقية، شوية اشتغلوا من اجل العراق، اشتغلوا من اجل العراق. وكافة تطبلون لايران، ايران 24 ساعة بس تمدحون بايران، تبوسون برجلين ايران. كافي، اشتغلوا من اجل العراق شوية. حسوا احنا نرجع للعراق نلقى ولا شيء، يعني نلقى عبارة عن شوارع مبلطة بس. هو النجف مدينتي ما بيها غير بس مقبرة وخلاص، هي وشوارع بس. حتى حدائق كلها استغليتوها مدارس أهلية، وتقطون من الطالب 3 ملايين بالسنة. هذا من أختي خطية مدرسة
مدرسة طالب مدرسة المعلم يقول له بطل من مدرستك، بطل من مدرستك وروح اشتغل. زين هذا المعلم لو هنا بأوروبا مو يتحاسب، مو يندب بالسجن على هاي الكلمة؟ شنو؟ هذول المدرسين المعلمين لازم يتحاسبون. وزارة التربية لازم تدرس الطلاب. شنو طالب يتخرج من المدرسة ما يعرف يقرأ انجليزي، ما يعرف يحل مسألة بالرياضيات، ما يعرف يسوي كل شيء. زين شوف هسه انا قد قطعت هاي المسافة على مود انزل هاي النزلة، هاي النزلة ما اقدر اعبر. هذا شوف هذا تعال يا وزير النقل حبيبي، يا وزير النقل الله يخليك. شوف هذا الشارع هاي الخضار ما اقدر امشي برجلي، ما اقدر امشي برجلي هذا الخضار، ما اقدر اتحاسب. هذا طريق مال المشاة وهذا طريق مال الباسكل. يلا اكو هذا النظام عندكم بالعراق، هذا انا ما اقدر امشي به. زين